السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب، في قاعدة في علم التفسير بتقول الزيادة في المبنى تعني زيادة في المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك هات كلمتين في القرآن الكريم الاتنين زي بعض، ولكن في كلمة منهم زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة أيا ما كان. يعني عمره ابدا ما فيش حاجه اسمها ترادف في القران. احنا قلنا قبل كده في فيديو قبل كده ان ما فيش حاجه اسمها ترادف في القران. يعني ايه؟ يعني ما فيش كلمتين بيدوا نفس المعنى بالظبط. طب ما بالك لو الكلمتين دول في كلمه منهم زياده حرف؟ بالتاكيد هتلاقي ان المعنى ده غير ده، او هتلاقي المعنى ادق، او هتلاقي المعنى اشق، او هتلاقي المعنى فيه زياده. زياده المبنى تعني زياده ايه؟ زياده في المبنى تعني زياده في المعنى. يعني مثلا على سبيل المثال كلمه خرج، ده بعيد عن القران، لسه هندخل على مثال من القران دلوقتي. كلمة خرج زي أخرج؟ طبعا لا. خرج بنفسه، يعني ما فيهاش مشقة، لا تحتاج إلى مفعول. أما أخرج بتحتاج إلى مفعول، فيها مشقة، فيها تعب. إذا خرج غير أخرج. طيب هات لنا بقى مثال من القرآن عشان يتضح المعنى ده. طيب هقول لك صلى على سيدنا النبي الأول، واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وتعالى شوف المثال الجميل ده. ربنا سبحانه وتعالى، وده من يعني من فنون الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم. ربنا بيقول في سورة الكهف: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الله. طب ما هو استطاعوا هنا هم نفس الناس، يعني يأجوج ومأجوج لما عايزين يطلعوا السد اللي بناه ذي القرنين هم نفس الناس. هم نفس الناس. ليه ربنا قال هنا فما استطاعوا وقال هنا فما استطاعوا، مع انهم هم دول ايه الفرق؟ يعني ايه الاختلاف هنا؟ طيب صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. العلماء قالوا فيه الاختلاف من ناحيتين. الناحيتين اللي هم ايه؟ قالوا اول حاجة فما استطاعوا ان يظهروه، يعني ما قدروش يطلعوا فوق السد، ما قدروش ان هم يتسلقوا السد ويطلعوا ايه؟ ويطلعوا فوقيه. وما استطاعوا له نقبة، يعني ما قدروش انهم يهدوا السد ده او ينحتوه. طب انا هسألك سؤال عشان المعنى يتضح اكتر. انك تنحت الصخر، انك تنحت الصخر او تهد السد، ولا انك تطلع فوقيه وبس؟ يعني لو قلت لك اطلع فوق السد ده، تمام، هل الطلب ده فيه مشقة زي لو قلت لك اطلع وهد السد ده او انحته؟ بالتأكيد انك تهد او تنحت السد ده اللي فيه مشقة وفيه تعب، صح؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الأولى فما استطاعوا أن يظهروه، ما قدروش يطلعوا فوق السد. وجا في التانية عشان ده فيه تعب بقى ومشقة وتكسير ونحت والكلام ده، فقال لك ايه؟ وما استطاعوا له نقبة. ده أول فرق. طيب الفرق التاني بقى العلماء قالوا فيه فرق، ودي لطيفة حلوة قوي قوي يعني، بصراحة القرآن كله جمال بصراحة يعني. قالوا انه اذا كان الانسان يعلم انه من قبل ما يحاول انه مش هيقدر، فايه؟ فما استطاعوا ان يظهر، لانهم عارفين من قبل ما يطلعوا انهم مش هيقدروا، فلذلك قالك فما استطاعوا. طب اذا كان الانسان عنده علم انه هيقدر يعمل كده، وهيقدر انه يطلع فوق السد، ويقدر انه يهده، فقال ايه؟ وما استطاعوا له نقبة. يبقى لو انت عندك انت عندك عارف ومتأكد ان انت هتقدر، يبقى استطاعوا. طب مش هتقدر من قبل ما تطلع اصلا، يبقى ايه؟ فما استطاعوا. تمام كده. طب انا هقرب لك المثال برضو اكتر. يعني لو انا بنيت حيطه من زجاج وقلت لك اطلع فوق الحيطه دي، تمام، انت قبل ما تبص على الحيطه وقبل ما تحاول انت عارف ان انت مش هتقدر. تمام، عارف ان انت مش هتقدر لان الحيطه دي مبنيه من زجاج، وان الزجاج ملمسه ناعم، انت مش هتقدر تتسلق الحيطه دي، صح؟ ينفع ان انت تيجي تقول لي لم استطع؟ لا، لم استطع. ليه؟ لان انت عارف من قبل ما تطلع انك انت مش هتقدر، انت مش هتقدر تطلعها. تمام. طب انت لو عارف انك هتطلعها، قلت لك اطلع الحيطه المبنيه من طوب دي، طب انت عارف انك ممكن تحاول، اه المحاوله ممكن تنجح والمحاوله ممكن تفشل، ففي الحاله دي تقول لي ايه؟ لم استطع. شفت بقى تبين الفرق ازاي وتبين المعنى اكتر ازاي بالمثال. طيب، ولذلك بقى الخضر لما بيقول لسيدنا موسى في بداية القصة قال له ايه؟ قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طب قال له ليه تستطع هنا؟ لان سيدنا موسى حاول، مش كل حاجة كان بيقعد يحاول يعرفها. يقول له عن السفينة أخرقت، لماذا خرقت السفينة؟ لما قتل الغلام قتلت نفسا زكية بغير نفس، لما فكان بيسأله، حاول انه يعرف المعلومة، حاول انه يعرف. فلذلك قال له ايه؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لان انت حاولت. طيب في نهاية بقى القصة قال له ايه؟ قال له
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. يعني إيه؟ يعني انت يا موسى ولكل الناس وكل الخلق لو حاولوا انهم يعرفوا معلومة من هذه المعلومات الغيبية، محدش هيقدر يعرف ولا معلومة او هيجمع معلومة. فلذلك هو عايز يقول له انه من قبل ما تحاول، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني مهما تحاول انت او غيرك او فلن يستطيع احد ابدا انه يجمع معلومة. فلذلك قال له إيه؟ تستطيع، يعني حاولت زي ايه؟ زي ما حاولتش. بكده نكون انتهينا من الحلقه بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله انك تكون استفدت. ولو حضرتك عندك ايه من القران الكريم او كلمه مش فاهم معناها، فممكن تكتب لي في الكومنت وباذن الله اقدر ارد عليك في اي فيديو قادم ان شاء الله. يلا ما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظروني في فيديو جديد. السلام عليكم.